كل عشاق البامية يتجمعوا هنا بسرعة، نعمل مع بعض أحلى طاجن بامية زي بتاع المطاعم بالظبط، وطعمه خرافة وريحته تحفة. معاكم الشيف فاطمة الصادق. نعمل مع بعض النهاردة أحلى طاجن بامية يستاهل بق كل واحدة فيكم، بجد طعمه وريحته جنان بجد. تعالوا معانا اول حاجة نشوف اللحمة بتاعتنا ملبسة كده وحلوة او لحمة ضاني. هناخد اللحمة دي وهنسلقها بالسلق العادي خالص بتاعنا. ننزل باللحمة في المية المغلية لحد ما نغطيها كلها بالمية، وهننزل كمان بالورق الراولة والحبهان والفلفل الاسود والبهارات بتاعتنا كلها والملح وسنة سكر كده، وهنسيب اللحمة تستوي كده معانا على البوتاجاز لحد ما نجهز المكونات بتاعتنا. طبعا الريم ده اللي على وش الشوربه انا اتعمدت اوريه لكم، لازم بنشيله ونسيب الحله مكشوفه شويه، وبعد كده بنحط المكونات بتاعتنا للتوابل والملح وكده، ونغطي الحله لحد ما اللحمه تستوي. تمام، تعالوا بقى نعمل الباميه. عندنا كيلو من الباميه، 4 كوبايات من الطماطم، البهارات بتاعتنا ومعلقه توم مفروم، وعندنا الدهن الجميله ديت اللي هنشوحها، ومعلقه سكر، نص معلقه سكر، وبصله متقطعه قطع صغيرة. البامية بقى لازم تبقى صغيرة ومتقمعة بالشكل الجميل ده، شايفين عاملة زي القلم الرصاص كده، واخدة تكة خفيفة. في حلة فيها معلقة زيت هننزل بقطع الدهن بتاعتنا او اللية زي ما تحبي. الاتنين بيعملوا طعم جميل جدا، لو ليا طبعا تبقى افضل. وهنشوحها في الزيت كده لحد ما تاخد لون اصفر خفيف كده، وهننزل بالبصله المتقطعه. وبعد كده لما البصله تاخد لون خفيف كده هننزل بمعلقه الثوم والبهارات بتاعتنا اللي هي كزبره وشطه وكمون وفلفل اسمر، بس مش اكتر من كده. نشوح مع بعض الكلام ده كله، وهننزل بعد كده بالطماطم بتاعتنا لحد ما الطماطم تاخد غلوه كده وتتسبك. لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اخر الفيديو لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ادي الطماطم نزلت، هنخليها تاخد غلوة، وهننزل بكيس معجون طماطم كده. وانا حطيت 3 قرون شطة حمراء من اللي احنا بنعملها هريسة دي، بيدوا طعم جميل جدا للبامية. غليت كده هننزل ب4 كوبايات من الشوربة. وهننزل بالباميه، طبعا بيكون الكلام ده كله بيغلي ومش هنقلب، اهم حاجه ما تقلبيش ولا تحطي المعلقه خالص في الباميه في المرحله دي لحد ما الباميه كلها تختفي معاكي وتنزل لتحت كده بالشكل ده. هبتدي انزل بقطع اللحمه واقلبها، اديها بقى تقليبه بالمعلقه لان هي كده خلاص غليت. تغلي معايا شويه كده، اغطي عليها واسيبها 10 دقايق بس مش اكتر، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهروح جايه نازله بيها في الطاجن بتاعي وادخلها الفرن، واحلى طاجن باميه لاحلى ناس في الدنيا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش بلايك وسبسكرايب، بجد تحفه، ريحته تجنن، بسيط جدا، يعني حكايه. لو كلتيه في اي مطعم مش هتقدري تفرقي بينه وبين اللي احنا عاملينه دلوقتي.